السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة انا جايبه لكم طريقة سهلة جدا وطريقة ممتازة ومش هتاخد وقت خالص. هعمل لكم كشك ألمظ على الطريقة الأصلية بكل التكات بتاعته، بكل النكهات الطبيعية اللي كانت بتتحط فيه، الحاجات الأصلية، بالفراخ اللي بتتحط فيه، بكل حاجة. مبدئيا انا دلوقتي هعمل الخطوة الاولى مقاديرها، ولسه في خطوة تانية اللي هي الفراخ والبصل مع الثوم، التقلية اللي هتتعمل بيها والفراخ اللي هتتحط فيها. مبدئيا انا معايا كوباية اهي، يعتبر كوباية الا ربع رز. الكوباية دي مش كبيرة، صغيرة. ومعلقة دقيق زي ما انتوا شايفين. معايا كوباية لبن، ممكن احتاج لبن تاني. ومعايا علبة زبادي بلدي مش صغيرة. تمام. كل الحاجات ديت هعملها قدامكم حالا، بس لما اروح اغسل الرز كويس واحطه في شوربه يستوي نص سوا كده، وبعدين هشتغل باللبن بقى وهشتغل بالخميره اللي انا هعملها. وانا زي ما انتم شايفين انا جبت بوله. اول حاجه هعملها اني انا هنزل بعلبه الزبادي كلها بالقشطه بقى بتاعتها بكل شيء. تمام. انا بفرغها اهو. علبة الزبادي اهي هنزل بيها كلها. انا عايزة زبادي، يعني الاحلى انكم تجيبوه زبادي ايه اللي هو البلدي، وهنضرب الزبادي جامد. زي ما انتوا شايفين. والله الطريقة دي الطريقة الاصلية بتاعته، اللي هي كانت بتاعة العيلة القبضية ومشهور بيها. و وكشك قلب زي ما بيقول. هو دي الطريقة بتاعته. انا هنزل معاه مع الزبادي، هاخد الدقيق معايا كل ده اهو بالراحه بقى. معلقه الدقيق بيتقل معايا، هبتدي ازود بلبن. هو انا كده كده هحتاج الكوبايه كلها، كل كوبايه اللبن انا هحتاجها كلها. زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم، ان بعمل خطوه بخطوه. انا بحب اعمل كل حاجه قدامكم وما بطولش على الفيديوهات، عشان برضو ايه، الناس اللي بتبقى مستعجله وعايزه تعمل حاجات سريعه، مش عايزه تسمع كلام ودوشه كتير. فانا بحاول ان انا اخلي الفيديوهات بتاعتي مش طويله، بجيب لكم المفيد فيها. انا كده بعمل الخميره بتاعه الكشك. هنزل بقيه اللبن. ادي الكوبايه، اول كوبايه. انا بشتغل، يعني انا شغاله بلبن بخيره. انا بحب اللبن ابو خيره. الكاس اللبن اللي هي نص كيلو، في كيلو منه. وادي بقيه اللبن. هنعمل بقى الخميره دي جامد جدا على قد ما نقدر، بحيث ايه ونسيبها بالظبط معانا على بال ما الرز يستوي كده. وكمان شويه كمان، يعني ممكن نسيبها بتاع 10 من 10 ل15 دقيقه. انا عايزاها تتخمر في بعض. دي بقى اهي. والرز معايا على البوتاجاز اهو، انا حاطاه في شوربه. وبرده انا قلت اللي ما عندوش شوربه يا جماعه، مش شرط خالص. انا اوقات كتير ما بقاش عندي شوربه، اوقات كتيره مش بيبقى عندي شوربه. فهو ماجي مع طماطمايه مع ورق، يعني اكننا بنعمل شوربه بالظبط. حبهان الورق اللورا وحدتين، ونصفي كل الكلام ده اكنه شوربه بالظبط. يعني مش هتقولك لا، اللي عايز يتصرف هيتصرف. برضو الكشك اللي انا بعمله، اللي ما عندوش فراخ مش لازم، يعني مش لازم تعمليه بفراخ. انا بص على قد ما بقدر اهو، انا بخمره معايا زي ما انتم شايفين الرغاوي اللي طلعت معايا دي اهي. دي انا كده بخمره. تمام. اللي ما عندوش فراخ مش مشكله، مش هيقول لا، تعمله بالطريقه ديت من غير الفراخ، مفيش اي مشكله. انا الفراخ اللي عندي كانت بقايا فراخ.
اهو الكشك قدامنا. هحط له بقى الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين. طبعا الشوربه انا ببقى حاطه فيها كل حاجه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل زي ما انتم شايفين بالخميره اللي انا عملتها اهي. هاخد شويه ميه صغيره زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. هنوطي البوتاجاز، مركزين معايا. هوطي البوتاجاز عليه عشان اقعد اضربها شويه مع الخميره اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين اهي. هنزل بالفراخ زي ما انتم شايفين. انا لسه في خطوه اهي. زي ما انتم شايفين اهي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده يعني ايه، والله اقسم بالله دي الطريقه الاصليه بتاعت كشك الماظ. مش معنى كده ان اي حد بيعملها، لا بالعكس والله كل الناس بتعمل، كلنا بنعمل احسن من بعض. بس انا جايبه لكم، انا كنا الكشك ده ماما الله يرحمها كانت بتعمله لنا في رمضان، عشان رمضان بقى ده اول يوم بقى، وكان لازم البط فيه، وكان قصه كده. كانت ماما الله يرحمها تعمله لنا على طول في رمضان. كانت ماما الله يرحمها بتعمله لنا في رمضان زي ما بقول لكم. كان اول يوم رمضان ده مقدس عندي. انا عن نفسي ما بحبش البط خالص، ولا اقدر ادوق ولا اكل حاجه معموله بيه. هو بيحبنيش. بس ماما كانت على طول في رمضان ده، يعني اللي بيجوا عندنا في رمضان يتعزموا لازم الكشك ده يبقى الطبق الاساسي عندنا. شايفين بقى لما اللبن يتخمر مع الزبادي، ولازم التقليب على نار هاديه. لازم هو هيسبك في الاخر، بس انا مش لو النار عاليه هيسبك بسرعه، بس انا عايزاه يستوي في بعضه. ونحاول. انا كنت حاطه طبعا في الشوربه حبهان ورق لورا، واحط طماطمايه، والبصل طبعا بحب احط بصلتين كبار، بس ما بحبش ابشرهم، يعني بحب اقطعهم 4 كده. فاللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. نحاول بقدر الامكان ما نكترش الفلفل الاسود عشان ما يبقاش مغمقه قوي، يعني نحاول ما نكترش فيه الفلفل الاسود. اللي عنده فلفل ابيض يبقى تحفه. انتوا شايفين الشكل؟ شايفين الشكل؟ انا كل اللي انا بعمله ان انا بخليه يستوي ببعضه، ياخد ويدي كده مع الفراخ، مع قطعه الصدر اللي اتبقت دي. ولو ما كانش عندي فراخ انا كنت هعمله لكم على فكره عادي، واقول لكم انه بتحط له فراخ اللي يحب يحط اهو زي ما انتوا شايفين. ودخل بقى اهو، بدأ يتقل معايا، بدأ يتقل اهو. انتوا شايفين قدامكم المنظر، والريحة تحفة 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 تحفة، يعني الريحة تحفة. ده لسه كمان لسه ما عملتش ولا تقلية، ولا التقلية ولا البصل مع الثوم مع الكزبرة واحط نصها عليه، لسه كل ده هعمله معاكم. ده كشك الماظ الحقيقي، دي الطريقة الحقيقية بتاعته. ما تنسونيش يا جماعة في الاشتراك واللايك، ما تنسونيش في التعليقات والاشتراكات. انا عارفه اني انا نفسي لما باجي اتفرج على ناس وبيعجبني حاجاتهم بحط لايك، يعني بكسل اكتب تعليق. انا يعني انا مش بطلب في التعليقات، والله ما بطلبش، بس ايه اللي عجبه قناتي يشترك فيها عشان كمان لو انا بعمل حاجه جديده هتوصله باذن الله. انا دلوقتي هرفعه من على النار وهعمل لكم التقليه. وزي ما انتم شايفين انا بعمل لها التقليه اهو بتاعتها.
نجيب بصلايه. الموضوع بسيط قوي، سهل قوي، مش بتاخد مننا حاجه. هي الربط بس على اننا واحنا بنخمر الدقيق مع الزبادي مع اللبن، الخميره الاولانيه هي دي اللي لازم تتضرب قوي وعلى نار هاديه، وبنقعد نضربها بقى على نار هاديه. واحنا وهي بتستوي بننزل بفص توم كده، انا كنت هرسته، حمر معاها اهو. تمام. شويه الكزبره. موضوع بسيط جدا جدا جدا، يعني اي حاجه في الدنيا بسيطه ان الواحد يعملها. يعني انا دايما بقول اي حاجه البني ادم بيحبها بيتقن فيها. يعني انا بحب المطبخ شويه، يعني واحب اخترع اكلات جديده من عندي، يعني سبحان الله. يعني زي ما انتم شايفين اهي التقليه بقى اهي، نعمل حركتي الشهيره. زي ما انتم شايفين ممكن تكون الاضاءة عندي برضو مش موضحة الحاجة، اللون بتاعها. اللهم صل على النبي. يعني متنسونيش يا جماعة، اشتراكات يا جماعة ارجوكم. اللي بيشوفني مش مفعل القناة عندي يخش كده يعمل كده سبسكرايب كده بحماس. رمضان كريم ورمضان جاي ان شاء الله. الاكلات دي كلها والله العظيم جميلة جدا، يعني يا ريتكم تعملوا كشك كده اول يوم زي احنا ما كنا بنعمله. ياه، كانت ايام جميله جدا. رحمه الله على امهات المسلمين جميعا يا رب. بص بقى، انا هاجي تاني بالكشك على البوتاجاز اهو. اهو كان على النار اهو، زي ما انتم شايفين اهو قدامكم اهو. شايفين؟ هعمل ايه بقى؟ مش هنزل بالتقليه كلها اهي، مش كلها. زي ما انتم شايفين اهي. هي تقلت معايا وبقت جميله جدا 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 وكريمي وتحفه. شايفين؟ انا بس ايه، عايزه اخلي كله يتجانس في بعضه كده ويتدخل في بعضه ويتغلغل. وتفضلوا معانا، اللهم صل على النبي، بالهنا والشفا على اللي هياكله. وتفضلوا والله معانا يعني. واي حد يحب يسألني في حاجة، يعني انتوا عندكم تليفوني، وانا يعني انا بعتبركم كل اللي بيشوفني، بعتبر نفسي ان انا ايه، في عيلة كل حد شايفني، واحدة من فرد العيلة. وده الشكل النهائي بتاع كشك ألمظ، وده الطريقة الأصلية بتاعته. أتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبالهنا والشفا لأي حد يعمل الوصفة بتاعتي. مش وصفتي دي، أكلات الناس القديمة عملتها وعلمتها لنا،
واحنا هنعلمها للناس اللي بعدينا. وبالهنا والشفا، متنسونيش في الاشتراكات. باي باي.